السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم أحمد المصري لفرش العرايس بسواق وأسيوط. نسمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك العروسين يا رب ويجمع بينهما في خير. معاكم في فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش العرايس. أول ما ندخل بشقة عروستنا نقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهنيهم ويسعدهم يا رب. ده هنا الريسبشن مكون من جزئين. الجزء الأولاني هنا نيش وسفرة وشاشة وكنبة، وفي كنبة تاني بس زي كرسي الهزاز كده، والناحية التانية دي الجزء التاني صالون. ده شكل الصالون، اللهم بارك، لونه حلو جدا، عجبني اختيار السجاد مع لون الصالون مع لون الستاير. للترابيزة حطينا شيالة وعلبة المناديل وبونبونيرة طبعا لونهم سيلفر. كده الريسبشن كله على بعضه مفتوح على بعضيه. اللهم بارك، ربنا يسعدهم ويهنيهم يا رب. ده شكل الريسبشن. هنا دي الشاشة، طبعا دلوقتي بديل الرخام والتجليد الخشب هو الموضة دلوقتي. الجبسن بورد بصراحة ما بقاش زي الأول. طبعا بديل الرخام ده في منه اللون الأبيض وفي منه اللون البيج وفي منه اللون الأسود. هنا ده النيش، هنشوف النيش كده مع بعض. هنا اللهم بارك كانت جايبة طقم صيني كامل اللي هو بيبقى أعداده 12، حطينا منه جزء هنا، وده طقم الفطار فوق أو طقم العشاء أو الجاتو على حسب ما تسموه، بس احنا بنقول على طقم فطار. ده هنا حطينا طقم كاسات بالقارورة لونه اسود، ومع طقم كاسات هنا تاني برضو في حتة لونها اسود كده فدخلناهم مع بعض. ده الجزء الاول من النيش، هو كان مكون من 3 اجزاء. الجزء التاني هنا حطينا فيه برضو اطقم كاسات، برضو طقم كاسات بالقارورة لونه ذهبي ومعاه برضو طقم كاسات. هنا حطينا برضو طقمين كاسات، طبعا كل رف رصة غير التانية. هنا حطينا ده برضو جزء التاني من طقم الصيني. اتمنى يكون شغلي واضح وعجبكم. اتمنى تدعموني وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد في فيديوهاتي. طبعا لو شغلي عجبكم هستنى رأيكم في الفيديو النهاردة. هنا ده طقم كاسات بالقارورة برضو. ده طقم كاسات بوهيمي، حطينا برضو معاه طقم كاسات تاني. هنا الرف ده خليناه اطقم كاسات لونها سيلفر مع بعض. وتحت ده الجزء الثالث من طقم الصين. كده النيش يكون خلص معانا. سفرة حطينا عليها فازة في النص وطبق الفاكهة والبونبونيرة على الجناب. ده شكل الريسبشن. هنا دي أوضة أطفال هنرجع لها برضو، بس هوريكم حاجة أنا كنت شفتها بصراحة وعجبتني. حبيت تشوفوه معايا. منظر بصراحة جامد جدا. من المناظر الخيالية بصراحة. هنا استغلوا البرندة أو البلكونة، عملوها نظام قعدة، استغلوها طبعا استغلال صحي جدا. ده نجيلة صناعي وترابيزة وكراسي. احنا كنا خلصنا ده قبل المغرب، كان الجو بدأ يبقى حلو. طبعا مع الخضرة والزرع، فانا قلت لازم اوريكم المنظر ده معايا، بصراحة بحب الحاجات دي جدا. استغلوا البلكونة استغلال صح بصراحة، يا ريت كلنا نعمل كده. ده شكل هنا. طبعا زي ما بيقولوا في المغربية قاعدة كده تبقى جميلة جدا. منظر الخضرة في الغروب، مش عايزة اقول لكم كان منظر طبيعي تحفة. هنرجع تاني للفيديو بتاعنا. هنا دي اوضة النوم.
اللهم بارك. كان اختيار العروسة موفق في المفرش السرير أو مفرش الفرح، هو بديل للدرابية مفرش تركي. آه، مش كل الناس بتختار الاختيار الصح، في ناس بتاخد على شكل الصورة كده بيدوها، يعني أصحاب المحلات ما عندهمش ضمير، بيبيعوا الحاجة يعني رديئة شوية بسعر الحاجة الكويسة. فأنا بنصح برضو البنات إنها تاخد بالها تجيب مفرش الدرابية ده لأنه بمبلغ، تجيبوا المكان مضمون، ده أهم حاجة. دي التسريحة. صينية هنا حطينا فيها البرفانات، وهنا حطينا بقى الميك اب. هنا السرير انا نسيت برضو هنصور لكم، هو النور، نور الاوضه مطفي، هنا السرير فيه ليد والتسريحه. شوف الدولاب. هنا دي اطقم مفارش او ملايات بتاعت السرير الكبير، وزينا من فوق بالفوط. عملنا لها صفين، كل صف بالرصة بتاعته بشكل مختلف. ده شكل المفروشات. اتمنى يكون شغل واضح. لو انتوا وصلتوا معايا لغاية هنا، اتمنى تشتركوا في القناة طبعا وتدعموني. طبعا الدعم بيفرق معايا اكيد، الاشتراك وتفعيل زر الجرس بيخلي الفيديوهات تتشاف اكتر، العرايس تستفاد اكتر. طبعا الديكورات والحاجات دي كل العرايس بتهتم بيها، بتبقى حابة تشوف ايه الموضة الجديدة في الديكور، فده بينفع يعني اغلب العرايس. الضفة في النص كان فيها الهدوم الخاصة بالعروسة الصيفي والشتوي. هنا ده رفين عملناهم فوط. دي الرصة بتاعت الرف الأولاني، ده الرف التاني. اللهم بارك، زي ما قلت لكم فوط هنا كانت حاجة قيمة جدا، والعروسة برضو كانت جايبة عدد محترم بصراحة. لو حابين تسألوا عن أي حاجة بخصوص الجهاز أنا معاكم في أي وقت. تليفوني مكتوب على الفيديو. لو حابين تسألوا عن أي حاجة عن الأعداد برضو عندي على الصفحة على الفيسبوك، هسيب لكم اللينك بتاع الصفحة في صندوق الوصف. كنت عاملة أعداد جهاز العروسة، الأعداد المناسبة. لو انتوا حابين تشوفوه ادخلوا على اللينك، هتلاقوه في صندوق الوصف تحت الفيديو، او تكتبوا ام احمد المصري فرش وعرايس بسوهاج واسيوط. وعايزه اقول لكم برضو على حاجه تانية، لو انت من محافظه تانية غير سوهاج ولا اسيوط، لان انا مش بطلع بره المحافظتين، ومش كل الاماكن كمان بروحها في المحافظتين. عملنا كده مجموعه مع بعضينا على مستوى الجمهوريه، فريق. لو انت حابه من اي محافظه، حابه تعرفي مين في محافظتك احسن حد بيفرش عرايس، كلميني وانا هقولك على اقرب حد ليكي. طبعا بيكونوا ناس متخصصين وخبرة من سنين، شغلهم بيبقى عالي جدا. دلوقتي كتروا، بس طبعا الخبرة بتفرق طبعا في المجال. لو انت حابة كلميني وانا هقولك على اقرب حد ليكي، حد يكون مضمون، اسعاره تكون حلوة، وان شاء الله ربنا يفرح كل البنات يا رب. ده دولاب الأطفال، حطينا هنا أول رف دي فوط الأطفال، حطينا هنا برضو ملايات بتاعت الأطفال وفوط أطفال للتزيين. هنا برضو نفس النظام، ملايات أطفال وفوط. تحت هنا حطينا دي ملايات أطفال، ملايات سرير كبير، ملايات المنقوشة، وزينا جنبها بالفوط. هنا تحت دول دفايتين أطفال ومعهم كوفرتا، عجبني لونهم بصراحة جدا. ده شكل كده دولاب الأطفال. هنا برضو حطينا دفايات أطفال مع دفايات سرير كبير، مع كوفرتة أطفال. عجباني جدا كوفرتة، طالعة دلوقتي موضة حلوة خالص اللي هي فيها وردة. بصراحة شكلها حلو جدا. في منها أطفال وفي منها للسرير الكبير. لو انت حابة ما تجيبيش مفرش تركي للسرير الكبير، ممكن تستغني وتجيبيها هي حاجة عملية، بس تلاقي يعني لون فاتح شوية، اوف وايت، لون البيجات، دي بتمشي معاكي برضو حلوة. ده شكل الجزء الاولاني في دولاب الاطفال.
هنشوف الجزء التاني. هنا حطينا الدفايات بتاعت السرير الكبير، وزينا جنبهم بفوط الأطفال. طبعا الدفايات حطينا السادة على الجناب والمنقوش في النص، وزينا بشرطان الستان والورد. ده كده شكل دولاب الأطفال. عايزة اقول لكم ان هنا شقة العروسة مش اول تعامل، كنت انا فرشت لهم قبل كده لاخت العروسة كان بنتها. فالحمد لله كنت قد الثقة، اول ما فكروا يجيبوا حد تاني في الشقة عرايس اختاروني. يا رب اكون عند حسن ظنكم على طول، واقدر افرح كل البنات. دي تسريحة الاطفال زي ما قلت لكم قبل كده، ان احنا دلوقتي الناس بتختار دولاب الأطفال والسررة ما يكونش عليهم رسومات أطفال، بيختاروا لون حاجة شبابي شوية، وده طبعا بيكون أفضل من الحاجات اللي بيبقى عليها رسومات كتير. هنا ده المطبخ. هنشوف هنا المطبخ. دي رخامة المطبخ، حطينا الكتل، حطينا صواني عليها مجات، البراد بتاعها، فناجين قهوة، كنك كنك القهوة تيفال تيفال والستانلس. هنا ميكروويف. طقم الشوربة، هنا ده طقم الأركوبال. اللهم بارك، هي كانت عاملة نيش صغير في المطبخ، كملنا فيه هنا الحاجات اللي هي ممكن تستعملها أكتر. حطينا كاسات، وده طعم فنجان، يعني فنجانين قهوة. حطينا برضو هنا كاسات، كوبايات بالدرق بتاعها. ده شكل نيش المطبخ. هنا بقى حطينا برضو كوبايات، كل حاجة استعمال ممكن تستعملها العروسة، كوبايات مية، كوبايات شاي، كاسات، حاجات تبقى قريبة من ايديها. هنا برضو نفس النظام، بس حطينا هنا طواجن البايركس الفرن مع بعض. هنا برضو حطينا كوبايات وكاسات، كوبايات مية وشاي وعصير ومجات. برضو هنا نفس النظام، كوبايات برضو. اللهم بارك. هنا الرف ده جمعت لها كل الأجهزة الكهربائية، بحب أجمع كل الأجهزة في رف واحد عشان تبقى كل حاجة واضحة. حطيت الكبة، الهاند بلندر، المضرب، الخلاط، كله في رف واحد. هنا رفعنا لها فوق الحاجات اللي ما تستعملهاش، أو الكبة تانية مثلا، آه حاجات يعني هي مش هتستعملها. هنا تحت حطينا أطقم الحلل، هنا طقمين حلل، طقمين حلل جرانيت. هنا برضو حطينا دي طاسات وصواني وطواجن فرن، صواني مدورة ومربعة، بس الرف اللي فوق للحاجات الجرانيت والسيراميك والتيفال، وتحت الحاجات الألمونيوم. بحب أجمع كل الألمونيات مع بعض، والتيفال والجرانيت مع بعض. هنا ده طقم حلل ستانلس مع برادات ستانلس. يا ريت يا جماعة ما نختارش طقم الستانلس اللي هو ما بيثبتش عليه الغطا، ده بيبقى فيه حتة كده في النص، لو حطينا حلة جوه الحلة مش بتثبت. هنا ده طقم التوابل، وده طقم التوابل بس بيتحط فيه مشروبات، يعني نخلي التوابل لوحدها والمشروبات لوحدها. ده طقم الشوربة، وجنبه مجات. هنا دي كوبايات، حطينا كوبايات ألوان مع كوبايات مية مع كوبايات شاي. هنا دي فناجين بالأطباق بتاعتها. هنا دي رشقة الحوض، حطينا فيها طقم العشاء، كان لونه حلو بصراحة. وطبعا كوبايات بمختلف المقاسات. ده كان شكل الرخامة. أتمنى إن شغلي يكون واضح وعجبكم، وهستنى رأيكم زي ما قلت لكم، وعايزاكم تدعموني، وأشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.